عمرك حسيت ان انت اتجننت؟ طيب بلاش دي. عمرك حسيت ان انت شايف حاجة صح وحد تاني طول الوقت بيحسسك ان هي غلط؟ او مثلا ان هو الموضوع مش كده، انت فاهم غلط بس انت حساس زيادة عن اللزوم. انا كان قصدي كذا، انت فاهم كذا. اللي هو حاجة تخليك ان انت شاك ان انت اتجننت، او ان انت حاسس ان هو انت حساس قوي على فكرة. فده احساسك يعني بس. لكن الموضوع مش كده، انا ما كانش قصدي الحاجات دي. لو الاجابة فانت شربتها يا كروديا. شربتها يا كروديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل في التشانل المفضلة، من شخصكم المفضل، من كل حاجة مفضلة هنا. مش نرجسية خالص. احنا جايين نتكلم النهاردة في الجاز لايتنج. يعني ايه جاز لايتنج؟ جاز لايتنج يعني نوع من أنواع التلاعب النفسي. يعني ايه أصلا؟ احنا مش فاهمين الكلام. انت بتقولي ايه؟ هاتي لحد كبير يا بنتي يفهمنا دي بتقولي ايه. انا الحد الكبير يا جماعه وانا فاهمكم عيب كده. فالجاز لايتنج عباره اولا، يعني هم سموا الجاز لايتنج ليه اصلا؟ اللي سمى الجاز لايتنج كان متسمي على اسم فيلم. كان دايما راجل عنده لمبه وكل شويه بيقلل النور بتاعها، ويقول مراته تشتكي ان هو النور بيقل، فهو يفهمها ان هو لا في نظرك الموضوع كويس قوي. فضل يقلل 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 لحد ما الموضوع انتهى خالص. هو ده اللي بيحصل في الجاز لايتنج. هو ده اللي بيحصل مع الناس في العلاقات. هو ده التلاعب اللي بيحصل. هو دي النقطه اللي احنا بنمسك الناس منها. ايه هي الموضوع ده؟ ان احنا يكون حد حاسس بحاجة واحنا بنقلله في الحاجة دي. اللي هو شخص يكون بيلعب بالضحية، بيحاول ان هو يحسسها، يشككها في احساسها، يحسسها ان هو مش اللي انت فاهماه ده غلط على فكرة، ان هو اللي انت فاهماه ده مش صح. انت بس متهيألك، انت مش عارف ايه الحاجات دي. اللي هو بعملك بارانويا. انت حاسه ان انت متضايقه، موقف حصل انت حاسه ان انت متضايقه، وحاسه ان هو جه عليكي قوي، وحاسه ان هو ظلمك، وحاسه ان هو هانك، وحاسه ان هو عملك. يقول لك انا هنتك، انا عملت كده، انا ما اقدرش. انت بس على فكره شكلك مش نايمه كويس النهارده. انت بس على فكره شكل في حاجه ضغط عليك. انت الولاد مزعلينك النهارده. انت حد في اهلك قالك حاجه؟ يا بنتي ده انا احسن حد في الدنيا. يا بنتي ده الناس ما بلاقوش خطيب كده، الناس ما بلاقوش حد بيحبهم كده. لا انت متهيألك جدا. لا لا لا, لا. انت شكلك سخن على فكره، تعالي نوديك للدكتور. طيب انت حاسه ان انت في حاجه؟ طيب مش عارف ايه. ياخدك كده في حته، يا يبعدك عن مشاعرك، يفصلك، يحاول ان هو بشكل من الاشكال ان هو يتحكم فيكي، يضحك عليكي. تكوني انت راحه اكتشفتي خيانته خلاص، ان هو انسان بني ادم خاين. هو بني ادم خاين وانت معاكي كل الادله تبني ان هو خاين. فانت تروحي تقولي انت خنتيني في واحد اتنين تلاته اربعه، فهو يقولك ايه ده بجد؟ الناس عايزين يوقعوا ما بيننا، الناس عايزين يعمل، انت بس ما تسمعيش لحد. تعالي بس يا حبيبتي كده، والله لا وما بيحصلش ومش عارف ايه. ففجاه تلاقي نفسك انت كنتي رايحه تتكلمي في موضوع، فتلاقي نفسك خدتي منحنى تاني خالص. فتحس ان هو انا اللي اتجننت، ولا الراجل ده اهبل، ولا احنا فين، ولا هو احنا في ايه، ومشوارنا ده ليه؟ والحاجات دي كلها. فتلاقي نفسك رايحه في حته كده انت مش فاهماها. طب ده في العلاقات. وممكن يقعد يقولك انت مش مقدره تضحيتي، وانا عملت، وانا ياخدك في الحته كده اللي هو انا بتاعت عبد الباسط حموده دي. هل ده ما بيحصلش في الشغل؟ لا، في الشغل بيحصل جدا. تلاقي المدير بتاعك جايبك يقولك على فكرة بقى انت مش كفء، انت ما عملتش الحاجات كويس زي الاول، انت شكل في حاجة بس عاملاك مش عارف ايه. اللي هو يقلل من المجهودات اللي انت بتعملها، يقلل من الانجاز اللي انت شغال فيه او الحاجات دي. تلاقيه برضو في الاسرة، الفاميلي، المفروض اللي هم يكونوا اكتر سبورت سيستم في الحياة، ما بيعملوش كده خالص. يقولك قاعدين كده في تجمع عائلي، يبدأوا ان هم ينظروا عليكي بقى. اللي هو انتي مالك كده شكلك، انتي عديتي من قدام التلفزيون فاتنا 4 حلقات يعني. لو انتي تخنتي جدا، وهزار ها 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 بقى، وتلاقيه بيزيطوا بقى في الزيطة والحاجات دي. فانت تحس ان هو فيقولك احنا بنهزر، انتي مش عارف ايه. لو حد يجرحك ويديك على قفاك، يعني هو يجرحك يحسسك احساس وحش ويديك على قفاك ويضحك عليك ويخليك تقتنع باللي هو بيحصل ده. فتلاقي العيلة كلها فعلا كان بيهزر مش عارف ايه. تحس ان انت نفسيتك نفسها تتعب. اللي هو انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ انا مين؟ انتوا مالكوا؟ اللي هو حاجه في القبيل ده كده. بتحس ان انت بتتسحل في حته مش بتاعتك خالص. في علامات كتير قوي بتدل ان انت بتمر بجاز لايتنج في حياتك. تلاقي نفسك طول الوقت انت بتعتذر وانت مش غلطان. طول الوقت يعني يكون الانسان التاني هينك ومطلع عينك ومطلع بكرامتك الارض، وانت مش غلطان جدا على فكره. يعني انت قاعد مش غلطان ومع ذلك بتقول سوري. لو هتلاقي نفسك بتعتذر وانت مش غلطان. تاني حاجه معانا ان هو طول الوقت انت شاكك في نفسك.
انا في الموقف الفلاني انا عملت كده، طب هو كان الموضوع يستدعي ان هو يحصل كده قوي، طيب انا لما عملت كده هو حس بايه؟ انا مش عارف، اللي هو تحس ان انت طول الوقت بارانويد كده، عمال حرفيا شاكك في نفسك وعمال تلف حوالين نفسك وتعمل، هو ده اللي هو عاوزه، هو عايز يشككك في نفسك وعايز يوديك في داهيه. بعد كده تحس ان انت خايف تعبر عن رايك. انا لو قلت رايي مثلا ممكن يحصل مشكله، القلم ده حاسه ان هو عامل صوت كده، احنا كويسين قوي منعملش صوت. فتحس ان هو طول الوقت انت بتخاف تقول رأيك، انت مش ما عندكش شفافية، انت مش عارف ان انت تكون حد على طبيعتك، انت مش عارف تتكلم على طبيعتك، انت مش عارف تعمل اي حاجة. بعد كده مع الوقت بتفقد احساسك بنفسك، بتفقد احساسك بالثقة بنفسك، انت مش حاسس ان انت واثق في نفسك، ومش حاسس ان انت واثق في كلامك، ومش واثق في احساسك. الشخص ده بيجردك كده من حاجة، يخليك ان انت واصل لحتة ان انت خايف طول الوقت، انت خايف طول الوقت تعبر عن رأيك، خايف تتكلم عن نفسك، خايف تبين نفسك، شاكك طول الوقت. طول الوقت انت بتعمل effort قوي مع حد، طول الوقت هو عمال يلعبك وعمال يلعب بيك، هو موديك انت كورة في ايده وعمال يوديك ويروح ويجيب بيك كده. ليه حد طبيعي احنا بنحبه ممكن يعمل كده؟ ممكن يكون حد عنده حب للسيطرة بطريقة بشعة، ان هو طول الوقت حاسس ان هو عايز يسيطر عليك، عايزك ما تبقاش تحتيه، تبقى تحت طوعه كده طول الوقت، طول الوقت بيشكك. تلاقيها مثلا بتبان قوي في الست اللي تلاقيها خايفة ان ولادها يبعدوا عنها، فتبدأ ان هي تشكك، على فكرة صحابك ما بيحبوكيش، على فكرة فلان بيعمل فيك كذا، على فكرة كذا، على فكرة كذا، على فكرة كذا. فانت طول الوقت خايف، طول الوقت شاكك، طول الوقت انت متوترة، طول الوقت انت مش عارفة تعملي اي حاجة، فتضطري ان انت تسمعي كلام ماما في كل حاجة، فخلاص هي سيطرت عليكي، هي امتلكتك. لما انا اشكك حد في نفسه وفي احساسه ان هو طول الوقت خايف وان هو بيعتذر حتى لو هو مش غلطان، كل الحاجات دي بتخلي مع الوقت الشخص يبقى تحت الطوع، بيبقى شخص كده بقدر ان انا اسيطر عليه بشكل كويس قوي، بقدر ان انا خلاص هو بقى في ايدي، وانا بقى هنا بالظبط، بعرف بقى اوديه واجيبه، وبيبقى شبه الماريونيت كده عمالين نحركه من هنا لهنا، الحاجات دي كلها. بعد كده ممكن يكون الشخص اصلا نارسيست، ممكن يكون الشخص النرجسي اللي هو طول الوقت عايز قبول، عايز يبقى كلامه بيتسمع، بيهرب من المسؤوليات، بيهرب من اي حاجه، بيتنصر من اي حاجه، فيبدا ان هو عايز طول الوقت ان هو يكون المتحكم، هو الوحيد اللي معاه الزرار، هو اللي يضغط عليك في الوقت اللي هو عاوزه، هو هيقولك الكلام في الوقت اللي هو عاوزه، هو يعمل كل حاجه. فعلشان ان هو يخليكي تمشي مع الشخصيه بتاعته، انت لو حد عاقل وبيحسب الامور وكده تكتشف ان هو نرجسي فهتمشي. لا، هو مش عايزك تمشي، هو عايز يشككك انت، على فكره انا مش كده، المشكله فيك انت، انا زي الفل وتمام، الناس كلها بتحبني والحاجات دي كلها. فتلاقيه مع الوقت بيحرق بنزين، مع الوقت بيحرق بنزين معاكي، فبيجيلك وقت بقى فتحس ان انت مش قادره خلاص، يعني بتحس ان هو كده. ممكن يكون تالت سبب ان هو شخص بيستمتع لما بيشكك حد في نفسه. ده شخص توكسيك، يعني هو بسم الله ما شاء الله حد مسيطر، شخصيه مسيطره، وبسم الله ما شاء الله حد نرجسي، وبسم الله ما شاء الله حد بيشكك حد في نفسه. فيعني هي باكج من الايشوز كده، محتاجه العباسيه بجد، يعني مش محتاجه اي حاجه تانية. فانا لما اكون حد عارف قيمه نفسي كويس قوي، وعارف انا منين، وعارف انا بحب ايه، وعارف انا امشي ازاي، هاجي مع الوقت افهم ان هو ده لا، دي علاقه توكسيك جدا، انا هقول ستوب وهمشي بقى في الحته اللي انا عاوزها، ما هقدر ان انا اوقف الموضوع كويس قوي. لكن طول ما انا حد مهزوز وما عنديش ثقه بنفسي ومش عارفه اعمل اي حاجه، اي حد يجي يضحك عليا ويديني على قفايا عادي جدا، يعني ايه المشكله؟ المشكله مع اي حد يقوم يلا خدي دي، هيديني على قفايا، فمش هيبقى في اي مشكله خالص يعني. فالإنسان لازم طول الوقت يبقى فاهم وحاسس قيمة نفسه كويس قوي، علشان ما يبقاش في الصنارة، ما يبقاش في البحر فالصنارة تترمي فيصطادون شوية الناس التوكسيك، شوية الناس اللعبية اللي بيلعبوا بالناس، شوية الناس اللي عايزين يتلموا كلهم ويتحرقوا في بوكس واحد. بس احنا مش هنقدر نعمل كده. ليه مش هنقدر نعمل كده؟ لان احنا مفيش عدالة، يعني الدنيا نفسها مش عادلة، فاحنا مش هنقدر نعمل حاجة زي دي، فخلاص بقى احنا مضطرين نعيش مع الناس التوكسيك. بس ما احنا مضطرين برضو ان احنا يبقى عندنا awareness عشان ما نبقاش الضحايا بتاعت الناس دي، عشان لما نشوفهم نعرف نجري كويس. لكن احنا لو ما بنعرفش ان الناس دي مؤذية اصلا، ما احنا هنتلدع منهم وهنقعد وهنبقى مع الوقت، لا اما احنا هنبقى ساكنين في دور الضحية، لا اما هنطلع الدور اللي فوقه ونبقى ساكنين في دور الجناه، وهنا او هنا احنا بنأذي نفسنا كويس قوي يعني. والله يا نورنورة كلام زي الفل يعني، وانتي ست محترمة جدا وتقولي كلام زي الفل، يعني نعمل ايه بقى؟ احمي نفسي ازاي من حاجة زي دي؟ اول حاجة تصدقي نفسك، تصدقي احساسك. انا لو حسيت ان المكان ده مش مريح، وحسيت ان الحاجات اللي بتحصل دي مش مريحة، وحسيت ان الحدث متكرر والاحساس جوايا غالبا هيكون صح. مش عايزة اقول ان هو 100% هيكون صح، او ان هو دايما هيكون صح، لا، هو مفيش حاجة دايما. الصوت ميت، فمش هتلاقي ان هو مفيش حاجه اسمها دايما الحاجه اللي قدامي هتكون صح، بس غالبا هتكون صح لما انا اصدق احساسي وابدا ان انا افهم فيه. تاني حاجه، ودي حاجه عايزاكم كلكم تعملوها وكل فيديو بنقعد نتكلم فيها، ان انا اجورنالينج يا جماعه، اقعد اكتب.
اكتب ليه؟ عشان الذاكره بتاعتي ما تخونيش. لما انا يحصل اتيتيود معين، بيحصل موقف معين، بتحط في سيتويشن معين، الموقف اللي انا بتحط فيه ده، انا لو انا خلاص هو الموقف حصل وخلاص، وانا ما كتبتوش وما سجلتوش وما ان شاء الله حتى اعمل فويس نوتس لنفسي، ما عملتش كل الكلام ده، والحد ده جه قعد يشككني فيه وقال لي لا على فكره ده ما حصلش وده مش عارف ايه وده مش عارف ايه، مع الوقت مخي نفسه هيبدا ان هو يصدق كلامه، فهبقى انا بعمل، هتبقى الذكريات اللي قدامي بتتشوه، هتبقى الذكريات اللي قدامي بيتم التلاعب بيها، مش كفايه انا بيتم التلاعب بيها، لا كمان ذكرياتي، لا ده تروحوا تدفنوا نفسكم يعني في اقرب طرق. لا الموضوع صعب قوي يعني، فلازم ان احنا نكون واخدين بالنا ان احنا بنسجل الحاجات دي عشان الذاكره بتاعتنا ما تخوناش، وعشان ما يكونش في ادله ضدنا. بعد كده اتكلم مع حد انا بثق فيه، بتكلم مع حد محايد بيقدر ان انا لما احكي له موقف هيقول لي على فكره يا نور انت غلطانه في الموقف ده، ما تتهميش الناس بالطريقه دي، او في الموقف التاني يقول لي على فكره يا نور انت ليكي حق، ما كنتيش لازم تسيبي حقك في حاجه زي دي. الشخص المحايد اللي انا بثق فيه اللي هيقدر يحدد المواقف صح او غلط، هو الشخص اللي هيخلينا نتطور. وبصراحه يعني اكتر جمله انا بحبها عامه كنورهان يعني، اللي هو رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، بجد يعني رحم الله امرئ كده، حد قعد معايا قال لي على فكره انت فيكي 1 2 3 محتاجين يتصلحوا، انا هتبسط قوي ان هو بيقول لي كده، لان انا مش شايفه نفسي من بره، ودي حاجه انا حكيتها قبل كده في فيديو، اللي هو ازاي تختار صحابك. اتفضلوا روحوا للشانل، هاتوا الفيديو اتفرجوا عليه، هيبسطكوا قوي وهتستفيدوا منه على فكره. خلاص يعني تروحوا اتفرجوا على الفيديو، انتوا ايه اللي مقعدكم؟ هتلاقوني حاطاه في الديسكريبشن عشان عارفه الناس اللي بتكسل تدخل تدور، انا حطاه لكم فهتشوفوه بقى. ايش يا جماعه يعني، واخده عليكم بقى ولاد خالتي بقى كده يعني. كاتبه في نوت بوك برضو ككل مره ما بعرفش احفظ. رابع حاجه وهي احنا بنحدد ان العلاقه دي صحيه ولا لا، يعني نقعد كده مع نفسنا ونشوف العلاقه دي يعني هي فعلا صحيه ولا لا، يعني هو العلاقه دي، الدبانه بتاعت كل فيديو مش عارفه الدبانه دي بتعرف ان احنا هنصور ازاي، ومش عارفه هي عايشه معانا ليه، يعني هو ليه دبانه تعيش معانا في البيت، مش عارفه. اللي هو بتتكلم اللي هو بتبقى قاعد كده بتتكلم مع نفسك وعارف تحدد ايه العلاقة الصحية. العلاقة الصحية اللي هي العلاقة اللي بتخليك مبسوط وبتخليك راضي وبتتطور، ما بتقدرش ان انت تكون اي علاقة هتخليك مش نفسك او هتخليك حيران او هتفكر كتير قوي او تلاقي اي افعال من الافعال القهرية، عارف ان دي علاقة توكسيك. العلاقة الصحية العلاقة اللي بتخلي الانسان مبسوط مع نفسه. مش عارفة دي رابع بوينت ولا خامس بوينت، بس ابدأ بقى نفسك اللي استنزفت من الجاز لايتنج دي، ابدأ بقى صلحها، ابدأ بقى اقعد مع نفسك كده واعرف ايه المميزات وايه العيوب، وهات بقى من الاول وجديد واقعد بقى خلاص. احنا نفسنا اتبهدلت قوي مع الناس دي، فاحنا محتاجين نصلحها من اول وجديد، احنا محتاجين نبنيها من اول وجديد، احنا محتاجين ان احنا نظبط الحاجات اللي ضاعت، احنا هنصلح اللي اتكسر بالمعنى الحرفي للكلمة. فبعد ما انا اقعد اعمل الحاجات دي الاقي نفسي بحمي نفسي مع الوقت. ودي حاجات اكسترا كده من عندي برضو. اقرأوا يا جماعة، انتوا بتقرأوش ليه؟ اقعدوا اقرأوا كده، اقرأوا وتثقفوا وخلوا دماغكم تشوف حاجات اكتر وخلوا عيونكم تشوف حاجات اكتر. طول ما الدماغ شغالة وبتشوف حاجات اكتر وبتفكك اكتر هتلاقوا وعيكم بقى بشكل اوضح، هتلاقوا نفسكم بتلقطوا الحاجة من على بعد. عندكم ايشوز روحوا للثيرابيست. الحاجات دي كلها ليه احنا قاعدين محلنا سر؟ ليه قاعدين على تيك توك او على انستجرام عمالين نعمل في الريلز والشورتس عمالين نلعب فيها وخلاص؟ احنا ليه ما بنتطورش؟ نقرأ، وفي كتب مهمة جدا 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 عن السلام النفسي او انك تقرأ. انا عن نفسي كنورهان لو حد قال لي رشحي لي كتب ان انا ابدا بيها كقراءه في السيكولوجي او كده، كتب دكتور محمد طه راحت فين. يعني دكتور محمد طه من اعظم الناس اللي عملوا كتب مبسطه جدا، تحسوا قاعد معاكم كده على المصطبه حرفيا بالمعنى الحرفي. اقرأوا له الخروج عن النص، اقرأوا له علاقات خطرة، اقرأوا له لا الطعم الفلامنكو، ذكر شرقي منقرض، اللي هي في دايرة الرحلة والأحلام الكتاب بتاعه الأخير. اقرأوا الحاجات دي، اقرأوا وتثقفوا واملوا دماغكم بحاجات مفيدة، ما تملوش دماغكم بمشكلة أم خالد مع أبو خالد ولا مشكلة أي حد مع أي حد ولا الكلام ده. يعني مش قصدي ذكر أسماء، بس أقصد الأنماط دي من الحياة. يعني ليه قاعدين احنا طول الوقت بنفوكس قوي مع الناس دي وسايبين نفسنا؟ لا ما نسيبش نفسنا يا جماعة، لا ما نوصلش للليفل ده ونيجي في الاخر احنا نزعل قوي ان الناس بيلعبوا بينا ليه، او ان احنا كده احنا فاضيين قوي من جوه، فاحنا اكتر عرضه ان احنا يتلعب بينا واكتر عرضه ان احنا نتبهدل جدا في العلاقات. فلا ما نوصلش للمرحله دي، نبدا ان احنا نثقف نفسنا ونلعب ونشتغل كويس قوي علينا من جوه، ونخلينا دايما فاكرين اللي بحب حد ما بيلعبش بيه، اللي بحب حد ما بيسيطرش عليه، اللي بحب حد ما بيتحكمش فيه،
ويقعد كده الانسان يقعد مع نفسه يستعيد وعيه ويشوف الدنيا دي ايه اللي وصله لكده، يبدا ان هو يشوف ويفكك الامور ويحلل الامور ويبص بنظره تانية تخليه يوصل ان هو يكون احسن. انتوا مش مجانين يا جماعه، انتوا طلع بيكوا انتوا خدتوا على قفاكوا، يعني احنا مش مجانين، احنا ناس بنتخزوه بالمعنى الحرفي للكلمه. يعني سوري والله ان انا بقول كده، بس هو يعني اكتر لفظ معبر. فليه احنا بنوصل لحاجه زي دي؟ ليه الانسان يوصل لحاجه زي دي؟ الانسان لازم يكون بيحب نفسه لدرجه ان هو ما يسمحش ان حاجه زي دي تحصل. يعني مفروض ان احنا نكون عارفين قيمه نفسنا كويس قوي. يعني ربنا ما يقولش لقد كرمنا بني ادم واحنا جايين عمالين بنهينه في علاقات وحشه زي دي. فلا، انا ما اسمحش ان انت تتهان يا حبيبي الانسان اللي موجود هنا في الشانل كده. فانت ازاي بتسمح لنفسك؟ فيعني we are not same احنا الاتنين على فكرة. روح كده سبسكرايب ولايك وشير والحاجات الحلوة دي، واستعيد نفسك برضو عشان كلنا نبقى مبسوطين هنا. بس thank you.